السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جميلات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو جديد، وحشتوني جدا من اخر فيديو فات. صباحكم فل وهنا وسعادة ورضا من الرحمن، رزقكم الله هناء الدنيا والآخرة، اللهم امين. وحشتوني جدا يا حلوين. بدأت كده معاكم اليوم من اوله. كنت بقى طبعا زي ما بقول لكم ان انا بغلي اللبن وبشيل طبعا منه الوش، وبشيل منه بقى يعني زي ما انا عاوزه بقى. مثلا بشيل كيلو على الرف، نص كيلو على حسب استخدامنا، والباقي بكيسه وبحطه في الفريزر. ليه؟ عشان ما يروبش كله. يعني خلاص انا باخد استخدامنا، يعني بغلي الكميه كلها باخد استخدامنا على الرف، ولما بيخلص بنزل كيس وهكذا بقى. عشان ما يعني بحس لما بركنه كله على الرف بيبوظ بيروب، لان انا بجيب يعني اللي هو اللبن الفلاحي، ما كنتش بجيب المراعي ولا الكلام ده، لان المراعي بقى غالي جدا وفي نفس الوقت ما فيهوش اي قيمه غذائيه خالص، وغير مش عارفه بقى بكام دلوقتي، بقى ب30 ولا ب35 حاجه زي كده. فالفلاحي بقى طبعا احسن يعني الولاد يشربوه، مع ان طبعا ولادي بيغلبيني خالص في موضوع اللبن ده. بس عايزه اقول لكم بحاول بقدر الامكان ان انا ما يكونش فيه قشطه، وفي نفس الوقت بدوب منه الحاجه، يعني فاهمني. يعني مريم مثلا ما ترضاش خالص تشربه لما مثلا اكون عامله لها بنسكافيه كده، وكل فين وفين بقى، لان طبعا انا ما برضاش في موضوع النسكافيه ده يوميا. فانا هنا بعمل لنفسي قهوه، وعملت بقى لمكه كاكاو. وعايزه اقول لكم موضوع الفطار بقى، رجعنا بقى للصيف. موضوع الفطار ده بيبقى عندي في الصيف صعب قوي. في الشتاء ببقى صاحيه عادي جعانه وعايزه اكل وكده، لكن في الصيف لا، من الحر مبيبقاش ليا نفس خالص يعني للاكل اول ما بصحى. فعملت كده سندوتش جبنه قريش، وحبيبه قلبي اللي قالت لي اعمل لها الجبنه القريش بالتفصيل، حاضر عينيا الاتنين. هو في فيديو في القناه، بس انا ان شاء الله لو عملتها قريب تاني هعملها ان شاء الله معاكم تاني واقولك عليها بالتفصيل يعني ان شاء الله. بصوا بقى لما باجي اغلي اللبن بيعمل كده وش. بصوا يعني بحاول ان انا ادوب بقى النسكافيه وادوب القهوه وادوب قصدي الكاكاو كويس جدا، عشان ما يبقاش قدامهم الوش بتاعها، يعني عشان ما يقولوش عليه لا، فاهميني يعني. فبحاول ان انا ادوب الدنيا دي كلها. خدت بقى الفطار بتاعنا ده، بس انا كنت دلوقتي ده فطاري انا، لكن انا فطرتهم هما، عملت لهم فطار يعني هما فطروا، لكن انا بقى وقت ما اكون عايزه اكل يعني. بس حاولت اكل اي حاجه بسيطه كده، عشان انا عايزه انزل بقى اجيب طلبات وكده، وبالفعل نزلت ورجعت على طول بقى عشان اعلق على الغدا وكده. حطيت بقى حله ميه تغلي، بس بصراحه لقيت الحله التانية تبقى كبيره قوي، فقلت ان انا اصغرها شويه. كنت عايزه اسلق لحمه عشان اعمل الغدا وكده يعني، فقلت بقى اسلق اللحمه واشوف انا ورايا لان يعني بعلق على اللحمه تكون تاخد وقتها وكده يعني في السوا وكده، وفي نفس الوقت يعني على ما اخلص حاجه تانية ارجع للحمه وهكذا. حطيت لها ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وبصلايه، وبسيبها بقى تغلي كده على النار براحتها. كنت جايبه بيض، البيض غلي جدا يا بنات ومش عارفه في ايه. قولوا لي دلوقتي بقى عندكم بكام؟ يعني انا جايبه كرتونه البيض عامله 100، كانت ب110 وب120 ووصلت ل130، بس انا بصراحه جبتها ب100، لقيتها ب100 يعني. والبيض البلدي بصراحه بقى الواحد بقى يستغنى عنه، لانه هو حاسه بقى غالي على الفاضي، والبيضه مش بتعمل حاجه وكده، فلا بقينا نستغنى عنه ونجيب اللي هو البيض الاحمر. يعني ما هيبقى على الفاضي بقى ان احنا نجيب البيض البلدي، فبحسه تمنه على الفاضي. يعني البيضه دلوقتي دخلت في كام؟ في 3 جنيه مثلا. لا في 3 البيضه البلدي ممكن تكون دخلت في 5 جنيه البيضه الواحده. فلان انا بقالي كتير ما جبتوش، فقولوا لي بقى تمنه يعني. المهم بقى كنت عايزه احط برضو دور غسيل. اول ما ببدا كده بشوف انا ورايا مره واحده، يعني بعلق على الاكل لو في حاجه هتاخد سوا زي اللحمه مثلا، لو انا عندي ترويق والكلام ده بعلق عليها، مش هستنى مثلا اخلص كل اللي ورايا وارجع اعلق، لا، بشوف انا ورايا واحطه. بحط مكيال كده من الاوكسي، انا بستخدم اوكسي، وبستخدم مكيال من كلوركس الوان في كل غسله. وبحط شويه دوني بتاع فريده. بس بصوا الدوني بتاع فريده بحسه تقيل قوي، والميه من ضغط الميه ما بيسحبوش، فلازم ادوبه بايدي شويه كده. واصلا الدرج بيبقى فيه ميه، يعني الدرج بيبقى فيه ميه من الغسله اللي قبلها، ف بدوق كده شويه الدوني فيها كويس جدا بايدي عشان بس يسحبوا شويه. بسيبها بقى بالدوره شغاله مع نفسها، واللحمه بتتسلق. وبرضه ببقى منظمه يعني البنات مثلا مخليهم يلونوا في حاجه، يلعبوا في حاجه. طول الوقت بصراحه بحاول ان انا اقنن موضوع التليفون ده، لان التليفون ده مشكله كبيره جدا بجد، بتدمر الدنيا. فبحاول ان انا اقلل موضوع التليفون
بان هم يلونوا ويرسموا ويلعبوا في اوضتهم، يعملوا هم كل اللي هم عاوزينه. وفي فترة من الفترات بدي التليفون، يعني مثلا خلاص بيبقى مثلا ساعة في اليوم مثلا، بس بيبقى حافز بقى لحاجة تانية. يعني مثلا بيبقى حافز لو حفظت قرآن مثلا هديهولك هيبقى حافز، لو شلت لعبك مثلا هيبقى حافز، لو روقت معايا هيبقى حافز، لو كلت اكلك هيبقى ليك ساعة مكافأة كده. فانا بحاول ان انا ادير الموضوع بالحاجات دي. انا احفظ مثلا النهارده قرآن، هناخد التليفون مثلا ساعة، هنخرج مثلا التمرين ولا نروح في اي حتة، هيكون مثلا هنعمل مثلا نروق اوضتنا، هنشيل اللعب، هناكل اكلنا كله كده. فموضوع التحفيز ده بصراحة بيجيب نتيجة معايا جدا جدا، يعني في الحاجة انها تخلص، وفي نفس الوقت مش بتبقى في اسلوب التربية حاجة غلط يعني. فربنا يا رب يهديهم جميعا ويحفظهم جميعا يا رب، اللهم امين. بصوا بقى الازاز بتاع اوضه النوم بتاعي، والله انا ما اعرفش فيه ايه، وما باجي اسال البنات يقولوا لي مش احنا. انا مش عارفه ايه موضوع مش احنا، مين اللي كسره ما اعرفش. بصوا ده مكسور، الجزء بتاع الكومودينو ده مكسور، والجزء بتاع اللي هو بصوا ده برضو مكسور، الدولاب اللي هو الطويل ده مكسور. لا انا كسرته ولا باباهم ولا هم يقولوا لي مش احنا، فمش عارفه مين بقى اللي كسره. ف ربنا يسترها يا رب، اللهم امين. فبحاول بقى مش عارفه الزقها بقى ولا ايه، او اشيلها عشان ما فيش حاجه تضرهم. فربنا ييسر يا رب. والله بحاول يعني، حتى عندي تفكير كده يقول لي تخلصي من الازاز ده وحطي بداله اي لزق زي مثلا اللي هو يكون شبه الخشب ده، بحيث ان مش كل شويه بيتكسر بقى، لان حته يعني قطعه الازاز دي نفسها دلوقتي بمبلغ وقدره. حتى برضو لقيت الاسم بتاعي ده مكسور، بس ده من فتره طويله، كل يوم كنت اقول بكره بعده، فقلت لا دلوقتي بقى جبت الامير ولزقته كده بالراحه، وحطيت اللي هو الريموت التكييف كده سندها بس لحد ما تلزق. الفوطه بقى بتاعت جرينوي دي يا بنات حلوه قوي قوي قوي، ويعني بجد بشكر كل بنوته بتثق في رايي، او بتثق في حاجه انا جربتها. وفي كتير كتبوا لي ان هم راحوا اشتروها، ربنا يبارك لكم فيها ويرزقكم جميعا بكل اللي نفسكم فيه. حقيقي بجد بقت يعني دلوقتي المساعده بتاعتي، ما كنتش بشتري ولا كنت بصرف كل شهر. فعليا انا كنت بصرف ب 600 جنيه 700 جنيه منظفات، ومنظفات كلها تنظيف، ده واحد، ده شباك، ده ازاز، ده مش عارفه ايه ده كده. انا ما كنتش بصرف الكلام ده خالص خالص. لو هنحاول بقدر الامكان نقنن في الحاجات اللي احنا بنشتريها عشان نوفر، فيا ريت والله انا بقيت اوفر ال 600 وال 700 جنيه دول في حاجه تانية، على الاقل في بند الاكل، يعني على الاقل ان احنا ندخلهم في البند بتاع الاكل بتاعنا. ف لا بجد حقيقي حلوة قوي. انا بقى بلمع بيها الخشب كله الاول، ولمعت بيها الازاز. اخر حاجة خالص عملتها السلك، وبعد ما عملت السلك كله رحت على الحوض نزلت منها كمية التراب كلها، وبدأت بقى ان انا ارجع كنت نسيت ان انا المع التسريحة. فقلت ان انا برضو هشيل التراب اللي على الحاجة دي، اللي على البرفانات والكلام ده. فلا اديتها شطفة كده ونزلت منها كمية التراب، ورجعت برضو ألمع بيها تاني. اصلا لما بتلاقيها اتشبعت بكمية التراب بتلاقيها بتطوس معاكي ما بتنضفش معاكي كويس، فلازم تنزلي منها التراب كله وترجعي تشتغلي بيها تاني. هي بقى اللي انا دخلت الأوضة بيها وبفط الازاز، الاتنين خلصولي الأوضة، وما حسيتش ان انا تعبت، وما حسيتش ان انا عشان اروح اليمادي هاخد حاجة معايا، وعشان اروح اليمادي هاخد حاجة معايا. فلا بصراحة بتنجز جامد قوي. فربنا يا رب يرزقكم وتجيبوها، اللهم امين يا رب. كنت اقول لكم تاني على موضوع على موضوع ان انا يعني بحاول بقدر الامكان، يعني كنت بعين الحاجات دي من مكة لوقت قريب، ان انا بعين البرفانات والكلام ده من مكة عشان طبعا ما تكسرليش حاجة وكده. بس عايزة اقول لكم مش لاقي مكان اولا اعين فيه، لانها طبعا البنات غير الصبيان نهائي، او غير الصبيان الولاد يعني. في ان هي عايزه كل حاجه تجربها، والبنات لا، طب احنا عايزين نحط من ده يا ماما، طب احنا عايزين نجرب ده يا ماما، طب احنا عايزين نعمل يا ماما. فبيبقوا غير ما عنده الولاد ما عندهمش الاهتمامات بتاعه البنات. فطبعا معظم كل حاجتي متدمره يعني، مش عارفه عينها ولو عينتها في اي مكان بعيد بيعرفوا يوصلوا لها برضو، او بيشوفوني وانا بجيبها فبيعرفوا مكانها.
لدرجة ان انا بقيت احط حاجات فوق الدولاب، يعني من كتر ما انا مش عايزاهم يوصلوا لها، فبقيت احط حاجات فوق الدولاب عشان ما يوصلوا لهاش. بس ومهما سبحان الله بتجيب لهم حاجات برضو تكون خاصة بيهم، لا. حتى برضو سمعت دكتور يعني في التربية يعني وكده بيقول ان البنات تحاول تجيب لهم الحاجات دي زي البرفانات والروج والحاجات بتاعت البنات دي، لان هي حاجة يعني طبيعية عندهم ان هم يكتشفوا الحاجات دي ويحطوها وكده. بس انا حتى لو عملنا كده من صغرهم تقولوا لهم مثلا ان احنا هنحط الحاجات دي في البيت، مش هنخرج بيها برا البيت يعني. عايزه اقول لكم ان انا جبت دلوقتي كفر المرتبه اللي هو الكبير، انا ما كنتش عندي كفر، كنت بحط البديل معاه اللي هو اي حاجه كانت عندي بصراحه كانت بتقضي الغرض عادي وما فيش مشكله. بس مؤخرا بقت كل اي ملايه احطها اي نوعيه مش بتثبت خالص على السرير. انا عايزه اروح اعمل كل الملايات بتاعتي باستك، بصراحة بحسها عملية جدا عن اللي هي العادية خالص. بصوا انا جبت اللي هو الخامة اللي هي في كرتونة، في بيبقى في كيس وفي بيبقى في كرتونة. دي الخامة اللي انا جبتها عشان لو حد عايز يعمل سكرين ويجيبها، بجد خامتها تحفة، هو ووتر بروف و ملمسه ناعم قوي 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 يا بنات، يعني رهيب بجد. وفي نفس الوقت الخامة بتاعت الظهر بتاعت المشمع نفسه جميلة قوي وحاساه قيمة. هو قال لي ان في الكيس يعني في حافظات من دي في الكيس وفي كرتونة، فخليكي في اللي هو في كرتونة ده بيبقى انضف يعني واحلى يعني. اهو بصوا انا جبته اوف وايت عشان ما يغيرش لون الايه الملاية. كان في الوان كتير منه جدا، فوشيا وبنفسجي وبينك والوان كتير قوي، بس انا بصراحه فضلت الاوف وايت. واول ما دخلت اصلا قلت له انا عايزه اوف وايت، قال لي هو اللي في كرتونه باين بيبقى اوف وايت فقط، لكن اللي في الكيس بيبقى الوان كتير يعني. فقلت له لا انا عايزه اوف وايت عشان ما يغيرش لون الملايه اللي انا حطاها، لان لو جبنا بينك او كده ساعات بيغير اللون. فما انا معرفش بصراحه، ما جربتش، بس انا بصراحه حبيت ده جدا. هو الخامة كده شبه الفوطة، يعني هو الخامة بتاعته شبه الفوطة بس فوطة ناعمة قوي قوي قوي، مش خشنة. لا انا حتى بقرب لكم عشان الخامة تشوفوها، الخامة مش خشنة خالص، هو ناعم وجميل قوي. والظهر برضو بتاعه حلو قوي وشكله بجد يعني جميل قوي قوي. الظهر بتاعه انا مش عارفة انا صورت الجزء ده ولا لا، بس انا متأكدة ان انا صورته، مش عارفة راح فين. اللي هو الظهر بتاعه مشمع، هوريهولكوا دلوقتي ان شاء الله. المهم بقى طلعت ملاية كده من عندي، الملاية دي انا بحبها جدا، بحب لونها قوي، هي ملاية قديمة مش جديدة، بس انا بحب بصراحة لونها قوي. انا بحب الورد جدا جدا جدا، فاي حاجة بيبقى عليها ورد بحبها قوي. وعايزة برضو اقولكوا على موضوع المخدات الفايبر والكلام ده، الخدادية دي انا غسلتها في البانيو وطلعت جميلة قوي قوي. يعني ما تقلقيش خالص من مخدات الفايبر، بس تكون متأكدة من جودة الفايبر بتاعها، عشان بس ما نحطش اي فايبر بيقوم لامم كده في جنب لو النوع سيء، يعني نوع الفايبر بيكون سيء. لكن انا حطيت دول في الغسالة اللي هم بتوعي، يعني حطيتهم في الغسالة اللي هم الخداديات العادية، لكن الكبيرة دي انا نقعتها في البانيو. بصوا انا العوامل الخارجيه مش مساعداني خالص ان انا اسجل الصوت يعني مره كلاب يعني ولادي معلين صوتهم، مش عارفه اعمل ايه بصراحه، بس انا عارفه ان انتوا هتستحملون. ف خلصت بقى الدنيا كده وخليتها زي الفل بجد. يعني الترويق ده بجد بجد بيدي طاقه كده ايجابيه حلوه، وبيخليكي كده مرتاحه نفسيا. يعني لما تكون الدنيا رايقه حواليكي كده بجد انتي بترتاحي نفسيا يعني. بالنسبه للكومودينيات، انا كان نفسي فعلا وانا بوضب الاوضه دي وبعمل لها تعديلات، كان نفسي يعني انا نسيت خالص، مش كان نفسي انا نسيت ان احنا نقول للي كان بيعمل الكهرباء يعمل لنا وصلتين عشان الكومودينو لو حابه ان انا اجيب اباجورات. فالمهم لما جيت بقول لزوجي يعني ان انا نسيت يعني وكده، قال لي يعني احنا يعني كده مش محتاجين، لان احنا عاملين اضاءة اصلا في الحيطة يعتبر بديلة للاباجورة. لاني انا اصلا لما كنت جاية بعمل الاوضة دي كنت مختارة كشافين 2 جنب السرير في ظهر السرير على طول. بس بقى خير. بس حتى لو كنت عملت اضاءة يعني كشافين 2 في الحيطة، انا عملت واحد بس، كان الدولاب هيدارك الكشاف ده خالص، والاضاءة نفسها ما كانتش هتبقى باينة خالص.
فهو وجهة نظر يعني اللي كان بيعمل الأوضة كانت سليمة، يعني ان الكشاف التاني هيتلغي خالص ومش هيبان من الدولاب. بس بصراحة انا كان نفسي فيه، بصراحة كان نفسي بجد اعمله على اليمتين الاتنين. بس اللي جه بقى عمل الأوضة كان ليه وجهة نظر تانية خالص فنفذها يعني. وانا طبعا ما كنتش واقفة معاهم يعني، فزوجي اللي كان واقف وبيتكلم وكده، فلقيتهم بقى بعد ما مشيوا دخلت اتفرج، لقيت اللي هم عملوا كشاف واحد بس. يلا الحمد لله خير، الحمد لله احسن من ما فيش خالص والله، واحسن الحمد لله رب العالمين ان هو يعني قدرنا ان احنا نجدد ونغير، الحمد لله رب العالمين. كنت بقول لكم على ايه تاني؟ بصوا بقى الموب دي جميله قوي يا بنات، اللي حابب يجربها بصراحه منجزه جدا في الوقت. هي اصلا مكسوره يعني، اول ما جت قعدت معايا شويه بعد كده انكسرت، بس انا لازقاها، لو خدت بالكم انا لازقاها ومصلباها كده عشان تقدر تشتغل معايا وتقضي معايا الغرض. بصراحه انا بحبها جدا جدا. ف انا كنت يوم ما كنت بجيبها اخر مره يعني ده من سنه كانت ب200، دلوقتي بقى مش عارفه بصراحه، الحاجه كلها غليت كده، ربنا يرحمنا برحمته. فالحمد لله. عايزه اشكر بقى حبيبه قلبي اللي قابلتني امبارح بجد يعني، او اول امبارح بقى على حسب الفيديو ما ينزل لكم. وعرفتني والله، هي اللي عرفتني وجت كلمتني. ربنا يبارك لي فيك يا حبيبه قلبي، انا مبسوطه جدا يا داليا والله ان انا شفتك، والله بجد مشيت فعلا سعيده جدا ان انت عرفتيني وشفت واحده كده منكم ومن متابعيني. ربنا يبارك لي فيكم يا رب، والله نفسي اشوفكم كلكم، ربنا يسعد لي قلبكم يا رب، ويجمعني بكم على خير يا رب في الدنيا وفي جنته يا رب، اللهم امين. يعني مبسوطه جدا وسعيده ان انا شفتك يا حبيبه قلبي. بص بقى الفيديو ان الاوضه قصدي خلصت الحمد لله رب العالمين، ورشتها وخليتها زي الفل والحمد لله. بس انا عايزه اعرف انا المقطع ده راح فين؟ مش عارفه. اللي انا بوريكم خامه خامه الحافظه من الظهر يعني، من ظهرها بس. يلا الحمد لله. حاول انا ادور لكم عليها او اوريه لكم في فيديو تاني ان شاء الله. خلصت الاوضه والحمد لله. دخلت بقى على الغسيل. انا بصراحه بحب انشره يكون الدنيا مغيمه بس شويه كده، فاهميني، لان البلكونات عندي بيجي لها شمس بطريقه الحمد لله رب العالمين، بس بيبقى صعب قوي بقى لما بحس ان انا يعني الضغط الواطي بقى، واصحاب الضغط الواطي والانيميا والكلام ده، لما بتعرض لشمس بحس ان انا دايخه جدا جدا ومبعرفش اخد نفسي. فلازم الدنيا تكون مطريه شويه كده عشان اعرف ان انا اطلع اشيل غسيل او احط غسيل. اهو بصوا الدنيا كانت الحمد لله ما فيش شمس الحمد لله. بعد ما خلصت الدنيا دي بقى خلاص بقى دخلت اكمل الغدا. كانت اللحمه على فكره انا كل شويه كنت بتابعها، يعني انا بروق بس مش ناسيه اللي على النار، او مثلا مش ناسيه الناس اللي معايا في البيت او الكلام ده، لا يعني لازم تبقي متابعه الدنيا، سواء ولادك او سواء اكل معلقه عليها النار. كل شويه لما كانت الميه يعني انا ببقى مهديه عليها شويه، يعني كنت ببقى مهديه عليها النار لهاديه خالص، اللحمه بتستوي على نار هاديه. كنت بحس ان هي لو عايزه شويه ميه صغيرين كنت بروح احط لها شويه ميه. دلوقتي بقى انا هعمل قلقاس، فزودت اللحمه ملح عشان ما كانش عليها ملح خالص، ودي كزبره. انا بحب بصراحه القلقاس بالكزبره، ما بحبوش بالسلق خالص على حسب بقى، هي سبحان الله اذواق يعني. جبت كده ربطتين كزبره ما كنت في السوق، وببدا اضربهم في الشفشه بشويه ميه صغيرين وساعات بشويه شوربه، يعني سواء دي او دي. بس انا بصراحه كنت عايزه اضيف للحمه شويه، لشوربه اللحمه يعني شويه ميه، فقلت خلاص هما شويه الميه دول هضرب بيهم الكزبره. بصوا بنعمها خالص يا بنات بالخلاط، واجيب بقى خلاص بجهزها جنبي كده، وهبدا ان انا اشيل اللحمه كلها. بصراحه ما بحبش ان انا اعمل القلقاس وفيه اللحمه. ليه بقى؟ لان ببقى خايفه ان في دهن مثلا ينزل في القلقاس فتيجي تحت ضرس حد او كده، او انا نفسي شخصيا بتضايق جدا ومبعرفش اكل. فلازم بصوا الشوربه بحاول ان انا اصفيها حتى من البصل والحبهان والورق اللورا، بحيث ان الشوربه كلها تكون صافيه كده وما فيهاش اي حاجه. بجيب بقى المصفى السلك بتاعتي دي، وببدا اصفي الميه الخضراء اللي انا خدتها من الكزبره. بصوا عشان تبقى تقلب معايا قلقاس لونه اخضر كده وجميل، وبجد يعني بحس ان هو مش محتاج سلق. هو ممكن يكون في الطعم بيفرق في الطعم، بس انا بصراحه يعني والدتي الله يرحمها هي اللي معودانا على موضوع الكزبره، وانا بصراحه بعمله بطريقتها، يعني بعمل القلقاس بطريقتها.
اهو بصوا خلاه زي الفل. بصوا اللون اخضر ازاي. بجيب طاسه بقى معايا وباخد الايه التفل اللي طلع من الكزبره. انا خدت الميه الخضراء في الشوربه ونزلت بالقلقاس من الفريزر على ال على الحله على طول، يعني القلقاس يكون متجمد على الحله على طول ينزل في شوربه سخنه. اهو بدأت ان انا احمر بقى الخضار في شويه زيت. الخضره اللي طلعت معايا دي حمرتها في شويه زيت. ودلوقتي بعمل شويه رز بحبايه وحبايه، اللي هي رز حبه وحبه زي ما بيقولوا يعني. بحمره شويه كده وبعد كده بنزل بشويه الرز العاديين، وبحط بقى احياء الاحياء الرز معلقه ملح مثلا كده وخلاص. والميه بتاعته عقله صابع. بصراحه انا ما بقعدش اشوف العقله والكلام ده، سبحان الله مع ممارسه الاكل وان كل يوم بتعملي اكل خلاص نظرك نفسه بيبقى مقياس، سبحان الله. اهو بصوا بقى لما اللي خد غلوه بنزل اطش بقى الخضره اللي انا عملتها دي طشه الخضره قبل ما اعمل طشه الثوم. بصراحه والله يا بنات بيفرق جدا في الطعم لما تحمري الكزبره كده وبتطلعي الريحه بتاعتها. في نفس الطاسه نزلت بشويه توم حلوين كده مع شويه زيت برضو وصفرتهم كويس، وهنزل برضو على الشوربه بتاعتي بقى. دي طشه طشة الثوم. بحط خلاص ملح والحمد لله على كده خلاص يعني. ادي القلقاس خلص، بس بصراحة بيبقى طعمه تحفة. جربي كده تحمري الكزبرة لو ما بتعملوش بالطريقة دي، هيفرق معاكي جدا جدا في الطعم. برضو شربت اول ما بص الرز بتاعي يتشرب المية كده بقوم هديه النار لفوق وخلاص. الحمد لله رب العالمين كده الاكل بتاعي جهز وخلاص. غرفت بقى كده. كان البنات هم اكلوا واحنا اللي اكلنا، وانا ما حمرتش اللحمة، كنا حابين ان احنا ناكلها مسلوقة كده. بصوا لونه القلقاس كان طعمه خطير والله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم دمها علينا نعم واحفظها من الزوال. بحبكم جدا جدا في الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير. ما تنسونيش من صالح دعائكم. السلام عليكم حبايب قلبي.